السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة عايزة أكلمكم عن حاجة كلنا عارفينها بس مش عارفين نلمسها، أو مش حاجة محسوسة يعني. هو اليقين بالله. اليقين بالله، أحكي لكم قصة من واقع حياتي حصلت لي قريب جدا في رمضان. لما القط بتاعي ضاع في أول يوم رمضان. هو نزل أول مرة ينزل، 12 سنة أول مرة ينزل من البيت. فنزل ومعرفتش ألاقيه. دورت كتير بس للأسف برضو ما لقيتهوش. دعيت كتير بس الدعاء مش عايزة اقول كان في حاجة ناقصة، بس هو كان اليقين بالله بقى هو ده اللي مش موجود. فليلة 27 رمضان قررت ان انا اصلي التهجد بدل في البيت اصليه في المسجد. فقعدت في المسجد واعتكفت كده الاعتكاف الجزئي ده لغاية الشروق. فبالليل واحنا بنصلي الساعة واحدة كده، يعني دعا الشيخ او الامام، فبيقول يعني قدرة ربنا في اول الدعاء، او بيتكلم عن ربنا قبل ما ندعي ونطلب منه اللي احنا عايزينه. فبيقول يا من رددت يوسف الى يعقوب. ف يعني انا ساعتها كنت على طول بدعي وفاكره سيدنا يوسف، واللي هو ربنا رده لسيدنا يعقوب، وسيدنا يعقوب كان عنده ايمان قوي. اني اعلم من الله ما لا تعلمون، قال لاخوته كده اللي هو تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا او تكون من الهالكين. يعني انت تفضل تفتكر اخونا يوسف اللي بقاله 40 سنة مش موجود، لا اما تقعد تعيط لغاية ما تهلك يعني او تموت من الحزن. فقال اني اعلم من الله ما لا تعلمون. اللي كان بيعلمه سيدنا يعقوب هو ده بقى اللي عرفته، اللي هو اليقين بالله، اللي هي الثقة بالله. ولا تيأسوا من روح الله، اذهبوا فتحسسوا من يوسف واخيه ولا تيأسوا من روح الله. فهو ده اليقين. فلما الشيخ قال الدعاء ده، بس ساعتها انا كنت بقى ايه، تقول بقى هو انا والقط، هو انا سيدنا يعقوب يعني والقط يوسف ومش كده، لا احنا مش قد الانبياء وكده. بعد كده في الليله دي او بالليل بقى استشعرت المسجد بقى وحلاوته، فجاء في قلبي لا، يعني ان شاء الله ربنا يردهولي زي قدرته اللي هو رد سيدنا يوسف لسيدنا يعقوب عليهم السلام. ف ساعتها كنت بقى بدأت بيقين، هو ده بقى اليقين بقى اللي انا لا، يعني هيحصل الحاجة اللي انا عايزاها تحصل بمشيئة الله، يعني بقدرة الله هتحصل. آه، بس كنت مستسلمة لأمر الله، لا اما خير اللي هو يرجع تاني البيت، لا اما خلاص انا مستسلمة لأمر الله بس هتحصل، يعني ربنا قادر هو يرده حتى لو هيرجع البيت ويموت في البيت وكده. فقلت سبحان الله، يعني كنت مروحة في الطريق، دخلت في شارع يعني انا عمري ما دخلت منه. فدخلت فلقيت قط كده شكله غريب، خفت منه. فسبحان الله يعني انا عرفته بحاجة من ديله، حاجة بقه كده كنت مميزاه بيه، بس هو طبعا بهدل جدا، كنتش عارفة شكله خالص. واول ما بصيت له كده بعدت عنه، قلت ايه القط ده شكله وحش جدا ومتبهدل وميت شبه ميت. فسبحان الله طلع هو. يعني متصوروش انا قعدت يومين اعيط ليه، مش عشان انا لقيته كده، لا، اللي انا في يوم من الايام ما كنتش على يقين بالله الحاجه دي هتحصل لو انا دعيت آه، من جوايا، وانا واثقه لو ربنا عايز ده يحصل هيحصل، بس انا بدعي بحاجتين، بيقين اللي هو هيحصل وبيقين بمشيئه الله. فهو ده اللي عايزه اتكلم فيه، اللي هي وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين. لازم تعرف ان مشيئتك قبل مشيئه ربنا في كل حاجه. ايوه انا باخد بالاسباب، ايوه انا بدعي بيقين، بس مشيئة الله سابقة وجودي في الدنيا، انا خلق من خلقه. فمشيئة الله موجودة. طب ليه انا بدعي؟ بدعي عشان ادخل جوه المشيئة دي، يعني تحيطني. فهو ربنا حكيم، والمشيئة بتاعته هتكون طبعا بصفاته وذاته اللي هو حكيم. فاليقين لازم يكون على قد قدرة ربنا سبحانه وتعالى اللي احنا عارفينها، ونعرف المشيئة. حتى في سورة الكهف، لا تقل إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك كثيرا إذا نسيت. فربنا دايما نتذكره اللي هو مشيئته قبل مشيئتنا، سواء في كل حاجة. رحت شغل اجتهدت فيه وما اتقبلتش، آه، حد توفى ده ميعاده، دي مشيئة ربنا اللي هو يحصل. ما اقولش ليه، ما اقولش اشمعنى، طب ليه دلوقتي؟
كمان الطلاب اللي في الثانويه العامه، انا تعبت واجتهدت ممكن اجيب مجموع صغير، دي مشيئه ربنا سبحانه وتعالى. اي نعم انا اجتهدت، بس مشيئته اللي هو يمشيك في الطريق ده، في الكليه دي، في المجموع ده. دي مشيئته قبل قدرتك على المذاكره وقبل مشيئتك. بس انت على يقين اللي انت كنت بتدعي، عشان في مشيئة سابقة مشيئتك، اللي انت لو فيها الخير هتحصل لك، لو مشيئتك ما فيهاش الخير، وربنا طبعا عليم حكيم، مشيئته هي اللي هتحصل. فمعنى كده ما امشيش في الطريق، لا امشي. كذلك الناس اللي معاها فلوس تقول لك يا ريتني ما كان معايا فلوس، لا. في ربنا بيقول في سورة النحل: وما الذين فضلوا برد رزقهم على ما ملكت ايمانهم فهم في سواء. يعني بيتمنوا لو يبقى فقير او يرجع عادي معهوش فلوس زي الناس العاديه ويعيش مرتاح ويقول يا ريت ما خدت الفلوس. لا، دي مشيئه ربنا اللي انت تبقى معاك فلوس او غني او تمشي في الطريق ده، فانت مش هترد رزقك او هتمنعه، لا. فنفس الكلام لو انا في منحه او مصيبه، هي لازم تحصل، ومشيئه ربنا قبل مشيئتي. ما قلتش ليه، ما جزعش، بالعكس. جوايا كده يقين اللي هي مشيئة ربنا حاصلة قبل مشيئتي، بس انا بدعي ليه؟ عشان ادخل جوه مشيئة ربنا، وعلى الاقل ممكن يؤتي الحكمة، ومن يؤتى الحكمة فقد اوتي خيرا كثيرا. اللي هو يديك الحكمة من الامر ده، او ان انت تصبر على الامر ده، او ان انت تبقى راضي بالامر ده. وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين. لازم نتذكرها مشيئة ربنا قبل مشيئتنا في كل حاجة. السلام عليكم ورحمة الله.